حكمت المحكمة حضوريا للثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والواحد وعشرين والثاني والعشرين والرابع والعشرين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين وغيبيا للباقين. أولا، في الدعوة الجنائية بإجماع آراء أعضاء الدائرة بمعاقبة كل من المتهمين: الأول محمود محمد مغاوري محمد وشهرته أبو سليمان المصري، والثاني عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة، والثالث أشرف محمود أبو طالب محمود يوسف، والخامس والعشرين أبو عبد الله المقدسي المكني أبو صهيب، والسادس والعشرين ناصر عياد محمد علي جهيني، والسابع والعشرين عبد الهادي زايد عواد زايد المكني أبو ولاء، والخامس والثلاثين عمرو زكريا شطة المكني أبو سهيل بالإعدام شنقا، وذلك عما أسند للمتهم الأول من اتهام في البند أولا، وعما أسند للمتهم الثاني من اتهامات في البنود ثانيا وخامسا وتاسعا، وعما أسند للمتهم الثالث من اتهامات في البندين الثاني والسادس فقرة 5، وعما أسند للمتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين من اتهامات في البندين الرابع والخامس، وعما أسند للمتهم الخامس والثلاثين في البندين الثاني والعاشر. 2. بمعاقبة كل من المتهمين: الثاني عشر محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وشهرته أبو ذر، والثاني والثلاثين أحمد مصبح سليمان مصبح، والثالث والثلاثين علي مصبح سليمان مصبح أبو حراس بالسجن المؤبد عما أسند للمتهم الثاني عشر من اتهامات في البندين الثالث والرابع، وما أسند للمتهمين الثاني والثلاثين والثالث والثلاثين من اتهامات في البندين الرابع والثامن. 3. بمعاقبة المتهم الحادي والثلاثين أسامة محمد عبد السميع خليل الشربجي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عما أسند إليه من اتهامات بالبندين الرابع والثاني عشر. 4. بمعاقبة المتهم التاسع سامح لطفي السيد محمد عطا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عما أسند إليه من اتهامات بالبندين الرابع والحادي عشر. 5. بمعاقبة كل من المتهمين: صبري محمد إبراهيم محجوب، بلال محمد إبراهيم نصر الله، أحمد سعيد عطية أحمد مأمون محمد سليمان، محمود سعيد عطية، محمد أحمد علي باشا وشهرته النن، عبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي، إبراهيم محمد يوسف، محمد صلاح محمد خليل، مصطفى عبد المنعم مصطفى حبيب، سيد سعيد حامد مصطفى، أحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري، محمد عكاشة محمد علي، محمد نجيب إبراهيم يوسف، محمد إبراهيم عبد الله عساكر، مصطفى غريب مصطفى إبراهيم، يوسف محمد سليم سالم السوركة، فرج جمال محمد حسن، مصطفى حسين محمد سليم، إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عما أسند إليه من اتهام بالبند رابعا، ومصادرة القنبلتين والمطواه والهواتف النقالة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية. 8. ببراءة كل من محمد صبري بهنساوي
ورضا أحمد محمد عطية، وشهرته رضا العوض، محمد عبد الرحمن عبد المعطي محمد سليمان، وشهرته محمد عبودة مما نسب إليه. 9. ببراءة كل من المتهمين: الأول محمود محمد مغاوري وشهرته أبو سليمان المصري، والثاني عادل محمد إبراهيم وشهرته عادل حبارة، والثالث أشرف محمود أبو طالب محمود يوسف، والرابع صبري محمد إبراهيم محجوب، والخامس بلال محمد إبراهيم نصر، والرابع والثلاثين إسماعيل إبراهيم عبد القادر، مما نسب إليه من اتهامات في البنود ثالثا ورابعا وسادسا وسابعا. ثانيا، في الدعوة المدنية بإلزام المحكوم عليه الثاني عادل محمد إبراهيم وشهرته عادل حبارة بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني: عفاف محمد عشري عزيزة سمير معوض النساج، وحسن معوض حسن النساج، ورثة معوض حسن معوض، مبلغ 10,001 على سبيل التعويض المدني المؤقت، والزمته مصروفات الدعوة المدنية مبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 2. عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوة المدنية المرفوعة من المدعي عاصم أنديل المحامي. رفعت الجلسة.